السلام عليكم، ازيكم احبابي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة بقى معشوقة الاطفال الناجتس او بانيه الشركات، يعني طعمه خطير وكل الاطفال بيحبوه. يلا بينا نعمله النهاردة مع بعض ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة كده انا جبت صدر فرخة وكمان ورك، خليتهم كده وطلعت منهم اي عظمة اي جلد عندي شلته. تمام. هبدأ ان انا اقطعهم اي تقطيعة، المهم ان احنا عايزينهم قطع صغيرة. تمام. هنحطهم في الكبة يتفرموا فرم ناعم جدا. ممكن تستخدمي الكمية كلها من البانيه او من صدور الفراخ، يعني تجيبي صدرين كده من الفراخ وتقطعيهم، مفيش اي مشكلة في الكبة. طيب الطريقة ديت ما فيهاش اي حاجة تانية غير الفراخ بتاعتنا. لو عايزة تزودي بقى الكمية وتخليه كده ناجتس اقتصادي، هقولك تعملي ايه. المهم دلوقتي احنا فرمنا الفراخ كويس جدا فرم ناعم. حطيت عليهم ايه؟ حطيت عليهم 4 معالق كبار من الفيجيتار. الفيجيتار يا بنات بيبقى زي البقسماط وبيكون عليه كل التوابل بتاعته، بيكون مملح. تمام، يعني ملحه والتوابل بتاعته كلها. حطيت عليهم كمان ربع معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. تمام، ممكن تستغني عنها لان هو بيكون فيه كل البهارات بتاعته. حطيت نص معلقة مليانة، نص معلقة صغيرة مليانة من بيكنج باودر. وحطيت كده، يعني تظبطي الملح بتاعك لان هو ما بيبقاش محتاج ملح، فانتي ما يعني ممكن ما تحطيش ملح اصلا. تمام، لان الفيجيتار بيكون زي ما قلت لكم في البهارات وبيكون في الملح بتاعه. قلبتهم كده زي ما انتم شايفين، عجنتهم عجنة مظبوطة مع بعض لحد ما بقوا زي العجينة زي ما انتم شايفين. تمام. جبت هنا كوباية من المية العادية، وكمان جبت كوباية من الكريسبي اللي انتوا شايفينه ده، بيتشرى من عند العطار او من اي سوبر ماركت. حطيت عليه معلقتين كبار من الفيجيتار. استخدمي الفيجيتار اللي يعجبك، حار او بارد زي ما انت عايزه. تمام. حطيت عليهم كمان نص معلقه او ربع معلقه، لا ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. حطيت عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، وهقلبهم كده مع بعض، وده هيبقى الكفر المقرمش بتاعنا بتاع النجتس او بتاع البانيه. تمام كده. عايزه اقولك بقى الكريسبي ده بيقرمش وطعمه خطير، حلو جدا، الاطفال بيحبوه. ممكن كمان تغلفي بيه الستريبس، ممكن تغلفي بيه الستريبس بيكون حلو جدا. تمام. هنقلب بقى الكفر ده وهسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. اضغطي على العنوان هيطلع لك العنوان وتحتيه المقادير كلها. تمام كده. بصوا بقى يا بنات، احنا هنا كده هنشكل خلاص الناجتس بتاعنا. هنبدأ ان احنا نبل ايدينا كده بالمية وناخد قطعة من الناجتس ونشكلها زي اللي احنا بنجيبه من بره، ونحطه في المية وننزله تاني في الكريسبي اللي احنا عملناه، ونضغط عليه كده في الكريسبي علشان يكون معانا طبقة من الكريسبي حلوة. تمام. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة، بس يا ريت بقى اللي اول مرة يزورني في القناة ما ينساش لايك للفيديو وشير كده مع اصحابكم، وكمان سبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. بشكل كل الكمية بنفس الطريقة، بحطها كده في المية وانزلها في الكفر الكريسبي وبرصها جنب بعض. وعلى فكرة في طريقة تانية للتشكيل، ممكن ترصيها في يعني تحطي كل الكمية في صينية تكون مدهونة زيت، و يعني تحطيها في الفريزر تجمديها كده نص ساعة، وبعدين تطلعيها تقطعيها كده مربعات او قطع صغيرة وتنزليها في المية، وبعدين الكريسبي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها وتفرزيها. مفيش اي مشكلة، بس تحطي بين كل طبقة وطبقة او كل، يعني زي ما انا عاملة كده اكياس تلاجة. تمام، علشان لما تيجي تطلعي بمنتهى السهولة، وتطلعيه قبل القلي بربع ساعة يكون فك معاكي. وطعمه خطير يا بنات، الاولاد بيحبوه جدا، والتتبيلة بقى بتاعت الفيجيتار معاه بتكون حلوة قوي. عايزة بقى تكتري الكمية وتخليه اقتصادي، عندك اكتر من خيار. ممكن تحطي عليه بطاطستين كده متوسطين،
تسلقيهم، وبعد ما تسلقيهم تهرسيهم كويس جدا وتحطيهم مع الفراخ يتفرموا في الكبة بكل المقادير اللي احنا عملناها بنفس الطريقة. تمام. بس البيكنج باودر ممكن تزوديه بقى سنة عن النص معلقة الصغيرة المليانة. تمام. شايفين بقى انا قليت كده كام واحدة علشان ابين لكم قد ايه هو جميل ومستوي من جوه وحلو قوي وطعمه جميل وكريسبي من بره. هيعجبكم جدا. ما تنسوش لايك يا بنات للفيديو وشير مع اصحابكم. بالنسبة بنات للتسوية، الزيت تسخنيه كويس جدا، تخليه يسخن كويس جدا، وبعدين تحطي كده قطع الناجتس بتاعتك. بمجرد ان هي بتاخد لون ذهبي حلو كده او اللون اللي انت عايزاه، بتقلبيها على الناحية التانية لحد لما تاخد اللون برضو الحلو. وبعد كده بتطلعيها على مناديل او على مصفى تصفي كل الزيت اللي فيها. وبالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين طعمها خطير، لازم تجربوها يا بنات، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. مع السلامة.